تعالي بقى اقولك انا متبله اللحمه دي ازاي، عامله لها تتبيله رهيبه بجد. وهعمل معاكي سلطه الدقوس، وهعمل معاكي كمان سلطه الطحين. شايفه قد ايه هي دايبه، وعلى فكره عاملاها كمان في الفرن. تعالي نبدا الفيديو. اول حاجه هنجيب الكبه بتاعتنا، هنفرم فيها بصل وطماطم، ولو ما عندكيش كبه ابشريهم بمبشره البطاطس عادي خالص. حتى لو عايزه تعمليهم على ايدك بس ناعمين شويه هينفعوا برضو. التتبيله دي هتبقى معاكي تتبيله رهيبه بجد. تنفع معاكي لو عايزه تشوي على فحم او هتعمليهم على صاج زي ما انا هعمل دلوقتي. مش هننزل بتوابل او اي حاجه في الكبه، اللي هنفرم بصل وطماطم بس. وبعد بقى ما تفرمي البصل والطماطم، تعالي بقى اقولك على التوابل اللي احنا هنضيفها. هتجيبي الصينيه بتاعتك وهتنزلي بالبصل والطماطم. هتنزلي ببهارات لحمه، تنزلي بكميه كبيره حوالي معلقتين او 3 على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هتنزلي بعلبه زبادي كبيره. ظبطي الملح بتاعك، ده رشيت شويه من الزعتر، معلقتين عسل كبار، فلفل اسود. هتنزلي بدبس رمان بيدي لذاذه حلوه قوي كمان في المشويات. هتقلبي لي بقى الكلام ده كله، مش هننزل باي حاجه تاني. شايفه هتبقى معاكي احلى تتبيله لحمه مشويه. انا معايا اللحمه بتاعتي ضاني، دي الريش بتاعتها. اي نوع لحمه انت بتحبيه هتنفع معاكي التتبيله دي. لو حبيتي بقى تشوي على فحم، انصحك يعني ما تحطيش البصل، خدي ميه البصل علشان البصل ما يتحرقش. خلاص، هتتبلي لي بقى اللحمه زي ما انت شايفه كده، وهتحطيها في التلاجة مش اقل من ساعتين. ويا سلام بقى لو قعدت ليله كامله في التلاجة. وبعد مرور ساعتين هتجيبي السيجان بتاعتك، هترصيها بالشكل ده. بتدخليها بقى على اعلى درجة في الفرن بتاعتك، وبتلفيها بالفويل كويس، ما بنحطلهاش ولا نقطة مية. هي هتنزل المية منها فيها، وهتلاقيها استوت ودايبة، وبيبقى طعمها جميل جدا، هتقلب لك ريحة البيت بجد. وزي ما قلتلك التتبيلة دي تنفع لأي نوع لحمة انت بتحبيها. هترصي لحمتك وهتلفيها بالورق الفويل وتدخليها جوه الفرن. ومن عقبال ما اللحمه بتاعتنا تستوي، نكون بقى حضرنا احلى سلطه دقوس، واعمل لك شويه سلطه طحينه فوق التحفه. ورصيناهم بالشكل اللي انت شايفاه كده. احنا ما بنحطش ولا نقطه ميه، هننزل عليهم التتبيله بتاعتهم بس. شايفه هتوزعيهم كده حاجه عشوائي بايدك. لفي بقى بالورق الفويل ودخلي جوه الفرن. تطلع معاكي دايبه، متفتحيش عليها اقل من ساعه، تقعد معاكي بالظبط ساعه، وعلى حسب نوع اللحمه اللي انت جايباها. شايفه انا لفيتهم ازاي، وعلى الفرن على طول ودخليه. وبعد ما بتستوي، لو انت حابه تولعي الشوايه بس تاخد اللون الاحمر الجميل ده براحتك، بس هي تلاقيها احمرت كده فوق وتحت، وهتبقى معاكي دايبه وتحفه بجد. كل اللي كل حته اللحمه دي شكر فيها قوي، وقالوا لي التتبيله فوق التحفه. تعالوا بقى نبدأ في سلطة الدقوس. معايا طماطم، معايا كزبرة، ومعايا ليمون، ومعايا فلفل حراق او فلفل الوان المناسب عندك ضيفيه. وبتضيفي لها معلقة صغيرة من الثوم. بنحط لها خل، بتظبطي الملح بتاعك، بتنزلي بكزبرة، بشوية فلفل اسمر، مش اكتر من كده طبعا، والملح بتاعك. شايفة بجد كان طعمها جميل جدا. ما بتنزليش طبعا بزيت ولا اي حاجة. نزلنا بالثوم، وادي الخل بتاعنا، وهتفرميها نص فرمه، ما تنعمهاش قوي. ظبطي الملح بتاعك والفلفل الاسود، مش اكتر من كده، وهيبقى معاكي احلى سلطه دقوس. شايفين شكلها وجمالها خطيره بجد. تعالوا بقى نعمل شويه سلطه طحينه، ما مشويات بقى، سلطه دقوس وسلطه طحين. نركنهم على جنب ونبدا في سلطه الطحين.
معايا ربع كيلو من الطحينة الخام، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم، هنزل عليهم بليمونة كبيرة، هتنزلي بمعلقتين من الخل، هتنزلي بكزبرة وكمون. واول ما بتنزلي بالخل والليمون هتلاقي الطحينة مسكت معاكي، ما تقلقيش، اول ما تنزلي بالمية هتتفكك معاكي على طول. شايفة؟ هننزل بالكزبرة وكمون، وظبطي الملح بتاعك. لو انت حابة تضيفي لها علبة من الزبادي ضيفي لها في التوقيت ده. انا كان عندي ميه سخنه متاحه عندي، انا بنزل عليها عادي بميه فتره خالص. شايفه القوام بتاعها وحلاوتها بقى تحفه. وبس كده هيبقى معاكي احلى سلطه طحين. زينيها باي شكل كده عشان يبقى شكل اكلك حلو، لان العين بتاكل قبل البق. تعالوا بقى نشوف اللحمه بتاعتنا. شايفين شكل وجمال اللحمه بتاعتي؟ كانت خطيره. بالهنا والشفا على كل اللي اكل منها بجد، وعجبتهم قوي، وكانت ريحتها جميلة جدا. ولو عايزة بقى تاخدي طعم الفحم وريحة الفحم فيها، هتجمعي بقى اللحمة بتاعتك كلها في حلة كده، وتروحي جايبة ورقة من الفويل، وتكوني مولعة فحمية على النار، وتطشيها بشوية من الزيت لمعلقة سمنة بلدي، وتروحي مغطية اللحمة بتاعتك، وتاكلي احلى حتة لحم. بس احنا كنا مستعجلين طبعا. وبس كده، هي دي طريقتي في طريقة اللحمة المشوية. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه.